السلام عليكم. عايزين نتكلم على عظمة الأهلي، قيمة الأهلي الأفريقية والمصرية، وإن الأهلي بيمثل مصر وبيشرف مصر. امبارح كانت احتفالية كبيرة، من أول تكريم عم حارس لحد الشناوي لحد آخر راجل تعب لأجل الكيان. أنا كنت هاجمت في فيديو الكابتن محمود الخطيب عشان مشى سيد عبد الحفيظ، ولكن امبارح هو عمل اللي كلنا مستنيينه، وما كنتش شاكك 1% ان هو هيذكر سيد عبد الحفيظ في ضمن الحفله. ولكن زعلت جدا ان سيد عبد الحفيظ ما حضرش الحفله، وكان المفروض يحضر حتى لو بالغصب، يروح يجيبوه من بيته، لان دي رساله هتوصل لناس تاني مستنيه النادي ده يقع. كابتن محمود الخطيب في كلماته اكد ان النادي عليه ضغوط الفتره الجايه جامده جدا، وقعد يقول للكل ان اللي فات كوم واللي جاي كوم اكبر. يعني دلوقتي انت في مستوى عادي، جهز نفسك لان انت هتتعب اكتر. ده كان النادي الاهلي علشان كل اهلاوي يعرف قدره وشأنه بيعلى طول ما هو مع النادي ده. وذكر كمان ان الجمهور هو سبب اللي النادي الاهلي دايما بيوصل له، وانا واحد من مكاني ده بقول ان انا هفضل ورا النادي الاهلي لاخر يوم في عمري. وشدد كمان ان النادي الاهلي محتاج جمهوره الفتره اللي جايه اكتر من اللي فات، وطالب كمان الدوله باعاده الجماهير، ومش للنادي الاهلي بس، لكل النوادي. امبارح قد ايه عرفنا ان احنا عندنا اداره فعلا تستحق كل الشكر، ونوجه لهم كل الشكر لتعبهم من اجل الكيان. وبجد حاجه عظيمه جدا لما تشوف الخطيب قاعد بيغني التالتة شمال وبيغني اغاني مصر، لما الكاميرا تيجي عليه وهم بيغنوا عادل امام ابو دم خفيف، حسن شحاته غني عن التعريف، وتلاقيه بيقول حسن شحاته ببقه، اعرف ان الراجل ده نضيف، ومش بيكرم النادي الاهلي بس، ومش بيذكر النادي الاهلي بس، بيذكر كمان الناس المحترمه. كابتن حسن شحاته كلنا بنحبه كمصريين، كلنا متعودين ان هو راجل البطولات وراجل الازمات اللي دايما وقف عشان حب مصر. وكمان اكد ان هو بيحب مصر، اكد وهو بيغني ولا اي كلام يتقال في حبيبتي وكفه، انا مصر حبيبتي في كفه وكل الدنيا في كفه. انت كده كاهلاوي تطمن ان انت عندك راجل فعلا بيحب بلده، بيحب ناديه، وبيسعى للتطوير. لقطة تكريم عم حارس دي كبيرة جدا يا جدعان، ما بتحصلش في أي حتة غير في النادي الأهلي. الشناوي قعد يشكر الكل 100 مرة، وقعد كل شوية يشكر يشكر يشكر، لأنه عارف إن الإدارة دي تعبت عشان البطولات دي كلها. ومقدم الحفلة بيسأله بيقول له عديت أنت خدت كام بطولة؟ قال له لا والله مش بعد دلوقتي، هستنى لما اخلص مع النادي الاهلي. يعني انت كمان عندك رجاله في الفريق بتضحي باي حاجه علشان خاطر النادي الاهلي. احنا عندنا فريق كبير قوي. اظن الرساله اللي وصلها للجمهور امبارح مهمه جدا. الفتره اللي جايه احنا عندنا ضغوط جامده جدا، فنرجو ان الجماهير كلها ما تنسقش الحاجه تاني. وانا عن نفسي من مكاني ده ومن قناتي المتواضعه دي بعتذر للكابتن محمود الخطيب على اللي طلع مني. ما كنتش عارف انكم بتبصوا النظره بعيده شويه من اجل الكيان، وبرضه هفضل في ظهركم. واخر كلامي، ده من احلى الحفلات اللي اتعملت للنادي الاهلي امبارح. اهلاوي انا، والفخر ليا وراسي مرفوع فوق طول ما انا اهلاوي. السلام عليكم.